لو عاوز تعرف ازاي تحول الفلوس بتاعتك من على صندر من اول مرة من غير ما يقابلك اي مشاكل، كمل معايا الفيديو للنهاية. انا مهندس احمد، وكل المطلوب منك انك تصلي على النبي وتركز معايا. لما تحب تسحب الفلوس بتاعتك من على صندر، مثلا المحفظة دي فيها كذا الف مثلا و128 جنيه و55 قرش، تمام؟ فاحنا دلوقتي هنضغط على سحب. بما ان دلوقتي انا في مصر بتداول بالجنيه المصري فقط، فهيقولك انت تسحب بالجنيه المصري فقط. لو انا بتداول دلوقتي بالدولار، هيبقى في كمان اختيار اسمه الدولار، وكمان جايب لك نفس الرقم اللي في المحفظة اللي هو كذا ألف و128 جنيه و55 قرش. طيب حد هيجي يقول لي طب ممكن الرقم ده يبقى أقل شوية من الرقم الموجود في المحفظة، لأن مثلا لو أنت عامل طلبات إن هو يشتري مثلا، فالفلوس بتاع الشراء دي بتبقى محجوزة، ما ينفعش إن أنت تسحبها، تمام؟ غير لما تلغي الأمر اللي متعلق ده، تمام كده؟ فعشان كده الفلوس ممكن تكون أقل من الموجودة في المحفظة. المهم هتضغط على الجنيه المصري. دلوقتي الطريقة الوحيدة المتاحة للسحب من على صندر وأنا بسجل الفيديو حاليا هي التحويل البنكي. لازم يكون عندك حساب بنكي تسحب عليه. في احتمال إن السحب من فودافون كاش يكون متاح بعد فترة، تمام؟ فهو لو حصل هعمل لك فيديو عنه وهحط لك لينك الفيديو في وصف الفيديو اللي أنت بتتفرج عليه ده. فالمهم دلوقتي هنسحب من على تحويل بنكي. هيجي حد يقول لي مثلا لو أنا فاتح حساب في البريد ينفع أسحب عليه؟ طالما الجهة اللي أنت بتتعامل معاها بتديك رقم حساب وأيبان، هيبان معاك في الفيديو دلوقتي إيه هو الأيبان ده. بتديك رقم حساب وأيبان، سواء بقى بنك زراعي مصري أو سواء بقى البريد المصري أو أي بنك تاني أو بنك مصر أو أي حاجة. طالما بتديك رقم حساب وأيبان تقدر تسحب عليه، عشان مفيش حد يقول لي أسحب على فيزا أو حاجة زي كده، لازم حساب بنكي، تمام؟ المهم هتضغط على تحويل بنكي. طالما انت اول مرة بتسحب من على التطبيق فهتعمل ايه؟ هيظهر لك الشاشة دي، فهتضغط على اضافة تفاصيل الحساب المصرفي. في اسم البنك هتكتب اسم البنك، يعني انت مثلا بتتعامل مع بنك مصر هتكتب بنك مصر، بتتعامل مع البنك الاهلي يبقى بنك الاهلي، يبقى البنك الاهلي، تمام؟ عنوان البنك او مدينة البنك، انت مثلا بتتعامل مع فرع موجود في المحافظة اللي انت قاعد فيها، فانت مثلا قاعد في محافظة القاهرة مثلا، فهتكتب عنوان البنك القاهرة ومدينة البنك القاهرة برضه. وزي ما انا قلت لك طالما انا قاعد في مصر هتختار ايجيبت، لو انت مثلا في دولة تانية هتختار الدولة التانية، وبعدين تضغط التالي. هيفتح معاك الصفحة دي اسم المستفيد وعنوان المستفيد. اسم المستفيد زي ما هو موجود في البطاقة، يعني هات البطاقة بتاعتك البطاقة الشخصية وانقل منها الاسم بتاعك، تمام؟ وعنوان المستفيد برضه اكتب المدينة اللي انت قاعد فيها او المحافظة اللي انت قاعد فيها، او اكتب العنوان اللي في البطاقة، مش هتختلف يعني. وبعدين هتضغط التالي. هيفتح بقى معاك الصفحة دي، ودي بقى اهم حاجة في الايه في التحويل كله. في ناس من اللي بتتفرج عليها دلوقتي مش عارفة يعني ايه رقم حساب او الاي بان. فانت كل اللي انت هتعمله يا اما هتروح البنك بتاعك اللي انت فاتح فيه حساب باسمك، هتقول له انا عاوز والله رقم الحساب بتاعي والاي بان بتاعي، تمام؟ هيطبع لك ورقة عليها رقم الحساب والاي بان، تمام كده؟ او ان انت مثلا لو انت قاعد في البيت ممكن تتصل بالبنك بتاعك تقول لهم ان انت عاوز ايه رقم الحساب والاي بان فهيديهولك. حلو كده؟ وهتيجي هنا بقى في الخانة بتاعة رقم الحساب دي تكتب رقم الحساب أو الأي بان. أنا كتبت الأي بان، بس مثلا الخانة اللي قدامك دي ما بتكفيش، تمام؟ يعني ما بتكفيش الرقم. فأنا عملت إيه؟ فأنا رحت فتحت مثلا الواتس، فتحت الدردشة مثلا بتاعة أخويا وبعت له الأي بان، كتبت الأي بان وتأكدت إن كل رقم فيه صح، وأهم حاجة إن هو يكون صح. اوعى تغلط في أي رقم، اتأكد منه براحتك، خد وقتك براحتك، بس المهم تكتبه صح. هتكتب الأي بان صح، تمام؟ وبعدين تاخده نسخ ولصق تحطه إيه في رقم الحساب هنا. تيجي بقى على السويفت كود، برضه في ناس مش عارفه يعني ايه سويفت كود ده. فالسويفت كود ده انا هوريك انت بتجيبه ازاي. فبدنا مثلا ان انت بتتعامل مع بنك مصر، حلو كده؟ تعال بقى اوريك هجيب السويفت كود ده ازاي. هتيجي على جوجل وهتكتب السويفت كود بنك مصر في محافظة القاهرة، وبعدين تعمل بحث، وهتضغط على اي رابط من الموجودة معاك دول. مثلا هنضغط على الرابط الاول ده، وهتفضل تقلب بقى كده لحد ما تجيب ايه ارقام السويفت. هتلاقي هنا سويفت كود بنك مصر الفرع الرئيسي. ممكن تاخد السويفت كود ده، او ممكن مثلا تشوف المحافظه بتاعتك وتاخد السويفت كود بتاعها. خليك في المحافظه بتاعتك احسن. يعني مثلا كنا قلنا القاهره، او مثلا لقينا سويفت كود بنك مصر فرع القاهره، هتيجي على السويفت كود ده وتاخده ايه كوبي بيست، حلو كده؟ او نسخ اهو، تمام؟ وبعدين تروح على السويفت كود هنا وتحطه ايه لصق، حلو كده؟ ممكن بقى وانت بتاخد نسخ كده يحصل مثلا لخبطه او اي حاجه، هتفضل تمسح الحاجات اللي هو خدها زياده دي لحد ما يقولك ان السويفت كود صحيح، وتروح تتاكد منه ان هو صحيح، وبعد كده تضغط على التالي. هيقول لك تم إضافة البنك بنجاح، ويجيب لك البنك اللي أنت ضفته، تمام؟ بعد كده هتضغط على العلامة اللي فوق دي، هيجيب لك بقى الخانة بتاع السحب. أنت كده ما قدامكش غير إن أنت تكتب المبلغ اللي أنت هتحوله بس. دايما أنا في الأول بحول مبلغ صغير بيكون رقم مميز، يعني أنا مثلا دلوقتي هحول 53 جنيه، والمبلغ المتاح مثلا زي ما قلت لك كذا ألف وبعدين 128 جنيه وبعدين 55 قرش. فأنا ليه بحول مبلغ صغير في الأول؟
بتأكد ان سويفت كود صح، وبتأكد مثلا ان الدنيا تمام، ما حصلش اي مشاكل، كتبت كل حاجة صح، رقم الحساب صح، اسم الحساب صح، كل حاجة صح، مفيش اي مشاكل والدنيا تمام. عشان الحساب ده بيتسجل عندك بعد كده تقدر تحول من عليه. بحول المبلغ وبشوف بياخد كام يوم والدنيا عاملة ايه والدنيا تمام ولا لأ، وبعد كده ايه ببدأ احول المبالغ الكبيرة. فبعدين هتضغط ارسال التفاصيل، هيظهر معاك الشاشة دي بيقولك ان انا بياخد 3 ايام في ان انا ايه في عملية التحويل. ليه هما بياخدوا 3 ايام؟ اول حاجة صندر بتتأكد ان انت المبلغ اللي انت بتسحبه ده موجود في المحفظة بتاعتك وعندك امكانية ان انت تسحبه. تمام. تاني حاجة بيتأكدوا ان في حساب مثلا في بنك مصر مثلا باسم الشخص كذا، ورقم الحساب كذا، والاي بان كذا، وصاحب الحساب اللي هو مفتوح عندهم او صاحب المحفظة اللي موجودة في صندر هو نفسه نفس الشخص اللي طالع عليه الفلوس في البنك. تمام. ان الشخص ده هو الشخص ده. طيب مثلا هتيجي تقول لي انا ما عنديش حساب بنكي وعاوز اسحب عليه يا باشمهندس. في الحالة دي هتتواصل مع الدعم بتاع صندر، تقول لهم ان انت عاوز تسحب مثلا على حساب اخوك او حساب ابوك، المهم حد درجة اولى منك، درجة قرابة اولى، قريبك يعني. تمام. درجة القرابة درجة اولى. هتحول وتقول لهم اسم الحساب اللي انت هتحول عليه وتبقى معرف صندر عشان ايه يوافقوا على التحويل. بعد ما التحويل بيتم بيبعت لك اشعار بالشكل ده. هو قال لي ان تم تحويل 53 جنيه في طريقهم لحسابك المصرفي. في اللحظة دي بقى كان الفلوس دخلت ايه الحساب المصرفي بتاعي، واتأكدت من ان الفلوس وصلت وكل حاجة تمام ومفيش اي مشاكل. حلو كده. اول ما بتعمل ضن بتبص تلاقي الفلوس طلعت من المحفظة زي ما انت شايف بالشكل ده. طب لو حصل وانت كتبت رقم غلط او حصل اي مشكلة في التحويل، الفلوس دي مثلا بترجع تاني بعدها بيومين او 3، بس لازم تعرف الدعم ان الفلوس ما وصلتش عشان يساعدوك ان الفلوس دي ترجع على طول، ما تفضلش متعلقة ومش عارفة هي رايحة فين. تمام. المهم لو انت عاوز تتابع عملية السحب والايداع بتاعتك فبتضغط على الطلبات، ولو جيت على سحب هنا كلمة سحب دي وتبص تلاقي التحويل البنك اهو، الحالة مكتمل ونفس المبلغ اللي انت حولته اهو. لو ضغطت عليه بيجيب لك طريقة التحويل، تحويل بنكي والحالة مكتمل والمبلغ وتاريخ التأكيد واسم البنك ورقم الحساب اللي تم التحويل عليه. كده العملية بتاعتك كلها بقت تمام. لو جيت بقى تسحب تاني فتبص تضغط مثلا كده على الجنيه المصري وتحويل بنكي، وتبص تلاقيه جاب الحساب بتاعك اهو زي ما انت شايف اللي انت حولت عليه أول مرة. تمام. لو ضغطنا عليه تقدر تدخل مبلغ على طول وبيجيب لك المبلغ المتاح اللي انت تقدر تسحبه، ما بتدخلش ارقام تاني بقى، وتبقى الدنيا معاك تمام والدنيا سهله. وتأكدت ان مفيش اي مشاكل هتواجهك وانت بتسحب بقى، عاوز تسحب 5 10 آلاف 20 ألف براحتك وانت بتسحب. كده كده هتأكد ان الفلوس داخله الحساب بتاعك، مفيش اي مشاكل في التحويل. ولو انت عاوز تسحب على حسابات تانية مثلا زي بنك مصر البنك الاهلي او اي بنك تاني، لو عندك حساب في كذا بنك وعاوز تسحب عليهم كلهم، هتضغط على اضافة حسابا مصرفيا مختلفا وتبدأ تضيف برضو نفس البيانات ونفس الحاجات اللي احنا عملناها في الفيديو مع الحساب الجديد اللي انت هتختاره. تمام. ولو انت عاوز تحذف حساب من اللي انت حذفتهم هتضغط على حذف حساب دي، تحذف الحسابات اللي انت مش عاوزها او مش عاوز يتم تحويل عليها. تمام كده. لو عاوز بقى تعرف طرق الايداع، في 4 طرق للايداع، هحط لك لينكات الفيديوهات بتاعتهم في وصف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده. تمام. وما تنساش تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. سلام.